تو بعد ما بدأوا السيارات الكهربائية يكتسحوا السوق، هل دول الخليج مستعدة للمستقبل ما بعد النفط؟ السعودية، الإمارات، كويت، قطر، البحرين وعمان اقتصادهم يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز. كيفاش قاعدين يحاولوا ينوعوا من الاقتصاد متاعهم؟ خلينا نكتشف. السعودية أكبر مصدر للنفط عالميا وعندها 17% من احتياطي النفط في العالم، ولات تهدف للتقليل من الاعتماد متاعها على النفط واتجهت للسياحة. نحكيو على نيوم والعلاء واستثمروا كيف في التكنولوجيا. الإمارات ولات تستثمر أكثر في الطاقة المتجددة، وهنا نحكيو على مشروع مصدر في أبو ظبي، وزادت ولات مركز عالمي للخدمات المالية والعقارية، واستثمرت في الفضاء. نحكيو على مشروع مسبار الأمل. تحتفل الإمارات اليوم بمرور عام على نجاح مهمة مسبار الأمل ووصوله إلى مدار المريخ. السعودية والإمارات الزوز قاعدين يستثمروا في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. كما تعرفوا قطر ركزت على الرياضة، وشكون ما يعرفش كأس العالم تاع 2022. واللي شفنا فيه حسن التنظيم والتصوير اللي سوقوها للرويحة. البحرين ولات مركز إقليمي للفاينتك. شنو رأيكم؟ هل دول الخليج باش تنجم تنوع من الاقتصاد متاعها وتخلق اقتصاد مستدام بعيد على النفط؟